هنعمل كيكة الليمون، وكمان ايه عليها كمان صوص الليمون، يعني حاجة كده في منتهى الانتعاش. يلا بقى خليكي معايا وشوفي كده العظمة دي، شايفة؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. حاجة كده انا عمري بصراحة ما اكلت كيكة بالروعة دي. كلنا كيكة البرتقال وعملناها وبسم الله ما شاء الله، او الكيكة السادة، لكن دي حاجة كده طعم كده في حتة تانية خالص، في منتهى الانتعاش. يلا كده نبدأ بالله ونسمع ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا كده كوبايتين ونص من الدقيق، هحط عليهم معلقة نشا، واي مخبوزات اي كيك بنضيف عليه معلقة النشا دي، بتفرق كتير جدا جدا في المخبوزات. طيب هنحط باكت من البيكنج باودر، وعندي هنا في الخلاط بيضتين وشوية من الفانيليا وبرش ليمونة كاملة وكوباية سكر. هاخد بقى الليمونة اللي انا برشتها دي، هبدأ ان انا اعصرها كلها بالعصارة بالشكل ده. هضربهم بقى في الخلاط لحد ما القوام يبيض معايا، وهنزل واحدة واحدة كده بالزيت زي الخيط كده. هنزل بقى كده، هنا دي اضافة كده من عندي، معلقة من القشطة هتفرق كتير في الطعم. نزلت بكوباية من الزبادي. الزبادي للكيك بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كده بيخلي الكيك هش وجميل جدا. ضربته كويس قوي، وبدأت ان انا حطيت مكان الخلاط شوية مية كده علشان اخلي الكيك يكون القوام بتاعه مظبوط معايا بالشكل دوت. وهبتدي ان انا اقلب واحدة واحدة بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هقلب بالراحة جدا من تحت لفوق. التقليب ليه قواعد في الكيك، ما اقلبش من المنتصف علشان الهواء ما يخرجش من الخليط بتاعي. بالاسباتولا بقى كده هلم، وكنت دهنه الصينيه بالزيت ومبطناها بالشكل ده. وهنزل بقى باضافه كده بزياده برش ليمونه في القعر بتاع الصينيه. ليه بقى؟ وهي بتستوي كده هتبتدي تطلع الروايح اكتر واكتر. هنزل بقى بالقوام بتاعي بسم الله ما شاء الله. شايفين لونه ابيض ازاي؟ سر البياض دوت في معلقه الخل اللي ضفناها، والليمون طبعا، الليمون طبعا حاجه روعه. هنزل بقى هنا، جينا للصوص، حطيتها في الفرن، هسيبها في الفرن ما افتحش عليها خالص الا لما تستوي. معلقه كوبايه من السكر البودر، ونزلت كده بصوص الليمون، ليمونه كامله. وبدات ان انا اقلب بالشكل ده، وحطيت شويه كده من اللبن، معلقه كده مش كتير، بس يخلي القوام سلس كده معايا بالشكل ده. احاول ان انا ما اخليش القوام يكون خفيف علشان اعرف اوزعه كويس ويكون شكله حلو ما يسحش معايا. نزلت بقى هنا بنقطة كده من اللون الاصفر عشان يديني لون حلو كده، بس ما كترش. يعني هنا كده كان معايا زيادة شوية، انتي حطي اقل من كده، هي نقطة واحدة كفاية. في كيس بقى كده، كيس تلاجة صغير كده، وهبدأ ان انا احط الصوص بتاعي، وهجهزه كده واربطه بحيث ان انا هطلع الكيك وهشوف هعمل ايه. هنا اختبرتها بخلة، طلعت بسم الله ما شاء الله مستوية جدا من جوه، وما فتحتش عليها خالص الا لما شميت ريحتها وبدأت اختبرها بالشكل ده. هديها كده معلقة كده او نص فنجان من اللبن، هسقيها بالشكل ده زي الترلتش كده. بسم الله ما شاء الله. هبدأ ان انا اقص حتة من الكيس، وهبدأ اوزع بشكل الزجزاج كده على الكيك من فوق. شايفين المنظر؟ حاجة كده من الاخر. عندك بقى جايلك ضيوف، جايلك اولادك، فرحيهم بقى بحاجة زي كده. للتزيين بقى هجيب ليمونة وهعمل شكل الوردة، هقشرها كده بالشكل ده زي ما بنقشر البرتقانة بالشكل الرائع ده. حتى لو هتعملي اكلة حلوة كده، لحمة او فراخ، حابة تزيني الاكل وتجرنشيه كده بشكل حلو، هتبتدي تعملي الطماطمايه بالشكل دوت، وهتبتدي تطلع معاكي زي الوردة بالظبط. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ اهي شكلها جميل جدا، العين بتاكل قبل البق. وهنبتدي نحطها كده على الكيك من فوق. شايفين الارتفاع بسم الله ما شاء الله. هحطها كده، واحط من هنا شريحة ليمون وهنا شريحة ليمون، وطلعت معايا القمر دي بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. حاجة كده روعة. اي ورقة شجر بقى حطيها تدينا شكل حلو كده. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ الشرايح مظبوطة جدا وهشة وجميلة، وحاجة كده تشرف، وطعمها في منتهى الانتعاش. يلا كده بالهنا والشفا، والسلام عليكم.